السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة معانا تكملة للأجزاء اللي عملناها قبل كده في سيارات المستعمل. النهاردة معانا مجموعة عربيات بقى من سعر تقريبا من 210 كده أو 220 لحد 250 ألف جنيه آخرنا. مجموعة عربيات وتشكيلة عربيات كويسة. هنتكلم عن كل عربية، عيوبها، مميزاتها، وكمان هقول لكم عن السعر العادل لكل عربية. هل العربية تسوى سعرها اللي معروض بيها ولا السعر ده لازم يبقى أقل؟ طب إيه المشاكل اللي هتقابلك في العربية دي؟ طب إيه المميزات اللي هتقابلك؟ طب إيه العيوب اللي هتقابلك؟ النهاردة مجموعة تقريبا من 9 أو 10 عربيات. مش عايز أطول عليك، يلا بقى بسرعة نبدأ معانا أول عربية النهاردة. أول عربية معانا النهاردة هي هيونداي الانترا اللي بتتسمى اتش دي او اللي هي حاليا اتش دي الانترا 2008. العربيه دي صاحبها بيقول انها ماشيه 150 الف كيلو اوتوماتيك، وبيقول ان حالتها كويسه والرخصه بتاعتها ساريه حتى 6 2023، والعداد قابل للزياده، يعني 150 الف وهو بيمشي بيها لحد ما يشوف لها بايع. هو عرض العربيه دي على سعر 225 الف جنيه. العربيه دي رينج سعرها في السوق حاليا في سوق المستعمل بيبدا من 200 لحد 240، وفي عربيات بتوصل ل 250 اللي هي حالتها كويسه جدا. العربيه دي يعني على ماشيه 150 الف كيلو، السعر ممكن يقل شويه عن كده، يعني ممكن نتكلم في 205 210 هيكون سعر كويس للعربيه. العربيه دي من العربيات الكويسه جدا، العربيات الواسعه اللي سواقتها كويسه، المريحه على الطريق، مشاكلها قليله جدا وعيوبها قليله جدا. دايما مكنه الهيونداي ما بتلاقيش فيها مشاكل، يعيبها بس ان هي استهلاك البنزين مش عالي قوي ومش اقتصادي، استهلاك متوسط، يعني اللتر بيمشي تقريبا 10 كيلو. فالعربيه دي من اول العربيات اللي معانا النهارده، وصاحبها بيتكلم في 225 الف. اكشف عليها لو كويسه ممكن تخلص على 210 او 215 الف جنيه. تاني عربيه معانا النهارده شيفروليه افيو وصاحبها بيقول اعلى فئه. العربيه دي موديل 2020، موديل عالي، كمان ماشيه كيلوهات قليله. العربيه ماشيه 59 الف كيلو اوتوماتيك. صاحب العربيه بيقول ان العربيه فابريكا بالكامل، ما فيهاش اي مشاكل، ما بتحتاجش اي مصاريف، حالتها جيده جدا، كمان معاها رخصه مرور سنه القاهره، وتشتري بعد ما تكشف في احد المراكز المتخصصه. والعربيه معاها كل حاجه والكتالوجات ومفتاح الاسبير وكل حاجه، ما فيهاش اي مشاكل. وعلى فكره من الصور باين ان العربيه كويسه جدا، ولكن صاحبها طالب فيها 249 الف، يعني بنتكلم في 250 الف جنيه. شايف السعر عالي شويه. العربيه دي رينج سعرها في السوق حاليا في المستعمل بتبدا في المانوال بنتكلم في 160 مثلا او 150، بنتكلم لحد مثلا معانا لحد 180 في المانوال. الاوتوماتيك ممكن نتكلم من 180 او 170 لحد 210 220 الف جنيه، هيكون كويس جدا على الاوتوماتيك. السعر انا شايفه عالي شويه، لازم ينزل. لو العربيه حالتها فابريكا السعر ينزل شويه كمان عن كده، لان 250 شايفه سعر عالي حبتين. الافيو من العربيات الكويسه جدا اللي كل حاجه فيها كويسه، قطع غيارها رخيصه، ما فيهاش مشاكل تذكر، هي بس مشكلتها استهلاك بنزين شويه، ومعظم اللي بيجيبها بيقلبها اوتوماتيك فبتكون مريحه جدا معاه، انما هي في المجمل عربيه كويسه جدا. اما العربيه اللي بعد كده معانا هيونداي اكسنت اللي هي الار بي الشكل القديم. العربيه دي عربيه برضو من العربيات الكويسه جدا على الطريق، استهلاكها للبنزين موفر جدا، كل حاجه فيها كويسه، اعطال قليله. عيبها الوحيد ان العربيه واطيه عن الارض، هي دي المشكله، انما غير كده عربيه كويسه جدا. هيونداي اكسنت ار بي موديل 2012. العربيه صاحبها بيقول ان فيها كل حاجه، فابريكا دواخل، رشق صدامين وكبوت فقط، وصالون زيرو وفتحه سقف وخمس جنوط وتحكم طاره. والعربيه دي ماشيه 122 الف كيلو، وصاحب العربيه طالب فيها 248 الف جنيه. العربيه دي رينج سعرها في سوق المستعمل موديل 2012 بنتكلم في 210 215 الف جنيه. العربيه لو حالتها فابريكا وممتازه ممكن يدفع فيها 220 الف جنيه، لان الاكسن من العربيات الكويسه جدا زي ما قلنا، ما بيبيعهاش بس لغير انها واطيه على الارض، انما كقطع غيار، كاعطال، كاستهلاك بنزين، كل حاجه في العربيه دي حاجه من العربيات الممتازه جدا جدا فوق ما تتخيل. اما العربيه اللي بعد كده معانا عربيه بقى من الناس اللي بتحب العربيات العاليه عن الارض، اسبرانزا او تيجو 3 المشهوره. العربيه دي موديل 2018، موديل حديث اهي شويه، اوتوماتيك. صاحبها بيقول ما فيهاش اي مشاكل، العربيه فابريكا بالكامل داخل وخارج، لا تحتاج اي مصاريف، ويكشف عليها في اي مكان انت عايزه. العربيه ماشيه 110 الف كيلو. تيجو 3 عربيه من العربيات الكويسه جدا، برضو بيعيبها استهلاك البنزين عالي شويه،
ولكن الاعطال قليله، قطع الغيار بتاعتها رخيصه ومتوفره في كل مكان، والعربيه من العربيات الكويسه جدا العاليه عن الارض اللي بتريحك من مشاكل المطبات والكلام ده كله. عربيه من العربيات اللي بحبها جدا. العربيه دي صاحبها طالب فيها 230,000 جنيه. رينج العربيه دي في السوق المصري دلوقتي في سوق المستعمل من 190 لحد 220 لو حالتها كويسه، ولو العربيه كيلوات قليله وماشيه مثلا وموديل 2019 نتكلم في 230,000. العربيه ممكن تنزل شويه عن كده، اكشف عليها كويس، لو لقيت العربيه محترمه يبقى فعلا دي عربيه من العربيات اللي تستاهل اللي انا بحبها جدا. اما العربيه اللي بعد كده معانا سكودا فانتازيا موديل 2010. عربيه السكودا من العربيات المحترمه جدا 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 على الطريق، وما يهمكش انها موديل 2010، هي عربيه محترمه جدا كثبات، كاداء، كمكنه، كعفشه، ككل حاجه على الطريق. عربيه من العربيات اللي انا بحبها جدا جدا. العربيه صاحبها بيقول ان هي فابريكا بالكامل، سقف فابريكا ما عدا اجزاء بسيطه جدا، حالتها جيده، رخصه مرور سنه القاهره، شاشه عرض، فيها كل شيء. العربيه دي ماشيه 110,000 كيلو. برضو كل اللي هيشتري على العربيه لازم يكشف كويس، لازم يكشف على العداد كويس، لازم يعرف كل حاجه، العربيه ملعوب فيها مش ملعوب فيها. ولكن انا شايف من الصور اللي صاحبها عارضها على هتلاقي العربيه حالتها كويسه جدا ممتازه. العربيه دي موديل 2010 اوتوماتيك، ماشيه 110,000 كيلو، صاحبها طالب فيها 225,000. رينج سعر العربيه دي في السوق المصري بنتكلم في 190 في 200، بيكون سعر كويس ليها. العربيات دي عاملينها اجزاء كتير جدا، بتيجي معاقين لاخوه ذوي الاعاقه بيجيبوها من بورسعيد وتفك حظر ويبيعوها. عربيه من مميزاتها كويسه جدا، عيوبها قليله، ممكن قطع الغيار تلاقيها غاليه شويه، انما كل حاجه في العربيه ممتازه. فعربيه من العربيات الكويسه جدا، لو لقيتها وكشفت عليها وطلعت كويسه هتكون انت الفائز بالعربيه دي. اما العربيه اللي بعد كده معانا ستروين سي اليزيه. ستروين سي اليزيه عربيه موديل 2019، ماشيه 100,000 كيلو بس، عربيه كويسه جدا. لكن صاحب العربيه بيقول ان هي مغيره اكسدام امامي، رشه كبود واكسدام امامي، وباقي العربيه تلميع فقط. سبب التغيير ان الاكسدام كان فيه خبط في الرصيف من الجنب الايمن، مش مؤثره على اي حاجه في العربيه. على فكره صاحب العربيه كويس جدا ان هو كاتب كل حاجه عنها، ما خباش، وطالب في العربيه دي 230,000 جنيه. شايف ان السعر كويس، يعني لو قال ممكن يقل حاجه بسيطه على حسب الخبط هي مؤثره قد ايه، ولكن ماشيه 100,000 موديل 2019، فسعر كويس للعربيه بالنسبه للسوق اللي احنا فيه. ممكن تقل شويه. الستروين من العربيات الكويسه، يعيبها استهلاك بنزين مش اقتصادي ولكن عادي ليس اقتصادي، وقطع غير غاليه شويه، انما غير كده العربيه من العربيات المحترمه جدا جدا على الطريق. اما العربيه اللي بعد كده معايا كيا كارينز. كيا كارينز موديل 2011. العربيه دي من العربيات الكويسه جدا جدا المحترمه اللي ناس كتير جدا بتحبها عشان عربيه واسعه وكبيره ومريحه على الطريق. صاحبها بيقول تاني فيها اوتوماتيك، رخصه 2.5 حدائق الاهرام، 4 فرق كاوتش حالتهم ممتازه. العربيه نظيفه جدا ما فيهاش اي عيوب، فرامل اي بي اس وايباج وحده رفع، عداد بتاع العربيه 190,000 كيلو. العربيه فابريكا دواخل بالكامل بدون اي ملاحظات، ولكن بيقول انها رشه بره ما عدا السقف والرشه نظافه. العربيه ما فيهاش خربوش، ربنا يبارك للمشتري. العربيه ماشيه 190,000 كيلو، موديل 2011، عربيه كويسه جدا، صاحبها طالب فيها 248. العربيه دي رينج سعرها في السوق المصري في سوق المستعمل موديل 2011 ممكن نتكلم في 210 215,000 جنيه على اقصى تقدير. ولكن العربيه كيا كارينز من العربيات الواسعه المريحه جدا على الطريق اللي الناس جدا بتحبها. عيبها زي ما قلنا استهلاك بنزين عالي شويه، ولكن لو قلبتها غاز هتكون عربيه محترمه جدا. اما العربيه اللي قبل الاخيره معانا اوبل استرا. او بالاسترا، اما بقول كلمه اوبل استرا اول حاجه بتيجي في دماغ الناس الفتيس ومشاكل فتيس اوبل استرا. العربيه اللي معانا النهارده موديل 2014، ماشيه 90,000 كيلو فقط. صاحب العربيه بيقول ان ما فيهاش اي مشكله، فابريكا بالكامل، حتى السقف فابريكا، حاله جيده جدا، واكشف عليها في اي مكان. وانا بقول لك قبل ما تكشف اكشف على الفتيس كويس جدا. اوبل استرا اكبر عيب فيها هو عيب الفتيس، اي حاجه بعد كده ممتازه جدا. لو الفتيس سليم مفيش مشاكل، خلاص توكل على الله. صاحب العربيه طالب فيها 250,000 جنيه. العربيه دي سعرها في السوق المصري حاليا 210 215، اقصى حاجه 235 لو العربيه يعني فابريكا من الاخر. ولكن اوبل استرا من العربيات كويسه جدا 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 فوق ما تتخيل. اما العربيه الاخيره معانا عربيه ناس كتير جدا بتحبها في السوق المصري، هيونداي ماتريكس اوتوماتيك موديل 2010. صاحب العربيه بيقول ان العربيه ما شاء الله بحاله المصنع، موتور، فتيس، عفشه، كل حاجه مظبوطه، كاميرا خلفيه، شاشه اندرويد، العربيه ما بتحتاجش مصاريف، حاله المصنع، ولكن ماشيه 116,000 كيلو. عارفين في مصر ان العربيه حتى لو ماشيه مليون كيلو ولكن صاحبها محافظ عليها، بيقول حاله المصنع او استبن لم يلمس الارض او استعمال طبيب، حاجات زي ما احنا عارفين. ولكن ماتريكس
اكس عربيه من العربيات الكويسه جدا، برضه بيعيبها استهلاك بنزين عالي شويه، ولكن قطع غير متوفره ورخيصه ومفيش اي مشاكل فيها. صاحبها طالب 233 الف جنيه. العربيه دي رينج سعرها في السوق المصري بنتكلم من 200 ل 210 الف جنيه، هيكون كويس جدا على العربيه. ده كان فيديو سريع لمجموعه عربيات مستعمله، ده كان الجزء الاول، في جزء تاني ان شاء الله خلال ايام انتظروه. ده معانا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.